لما جوزي يتصل عليا ويقول لي ان امه واخته جايين ونفسهم ياكلوا بقى من ايدي فراخ مشويه، عايزه اقول لك لازم اتصرف واعمل اجمل ما عندي. بس عايزه اقول لكم ان الوقت كان ضيق جدا وما كنتش لاحقه ان انا اعمل فراخ مشويه. فعايزه اقول لكم ان انا عملتها بدون فرن وكمان بدون جريل. يلا بقى من غير كلام كتير تعالوا نشوف الطريقه والمقادير. في حله على النار حطيت فيها شويه ميه وخليت الميه دي تغلي، وبعد كده نزلت فيها بقى بالوراك، وممكن على فكره تستخدمي فرخه كامله. وبعد كده خليت النار عالية لغاية بقى اما الفراخ كده يعني طلعت الريم كله، وابتديت ان انا اشيله وخليت الشوربة بتاعتي صافية خالص. ونزلت بقى كده بشوية طماطم متقطعة اربع، وكمان بصلاية متقطعة اربع، وورقتين لورا، وشوية كمان من الملح وشوية من الفلفل الحب، ولو عندك على فكرة حبهانة يبقى حلو جدا. اخر حاجة ضفتها بقى معلقة كده من البهارات بتاعة الفراخ. وهنا بقى في الخلاط هعمل بقى التتبيله بتاعه الفراخ المشويه، برضو بصلايه مع طماطميه، وهحط كمان قرن فلفل احمر رومي كده متقطع اربع، وقرن فلفل اخضر برضو مقطعاه كده قطع صغيره خالص. وبالنسبه للتوابل بتاعتي هستخدم الملح، وهستخدم كمان معلقه حلوه كده من بهارات الفراخ المشكله، ومعلقه حلوه من البابريكا، وهحط كمان معلقتين من صلصه الطماطم المعلبه. وهضرب بقى كل المكونات دي كويس جدا في الخلاط. بس عايزه اقولك ان انا حطيت عليها كمان ربع كوبايه ميه علشان الخلاط يعني ما يتحرقش ويدور بسرعه. وبعد ما الفراخ استوت تسويه كامله يا جماعه زي ما انتم شايفين كده بقى الشوربه اللهم بارك اللون بتاعها تحفه. طبعا طلعت الفراخ كده وحطيتها في صينيه وخليتها تبرد خالص. وده شكل الخليط بقى اللي انا عملته كده زي ما انتم شايفين كده، شكله ما شاء الله حلو جدا. عايزه اقول لكم طعمه والله يا جماعه في منتهى الجمال. رحت جايبه بقى الفراخ بتاعتي وابتديت بقى كده بالفرشه ان انا اتبلها حلو جدا من فوق ومن تحت، اخليها بقى تتشرب كويس قوي من التتبيله الجميله دي. عايزه اقول لكم والله يا جماعه ريحتها عسل، بصوا تحفه في منتهى الجمال. لو جربتوا التتبيله دي استحاله ان انت تغيريها. وبعد ما تبلتها كده كويس جدا بقى ابتديت ان انا احط كده طاسه على النار، وحطيت فيها شويه زيت. لازم يكون زيت يا جماعه يكون غزير يعني ما يكونش قليل، وخليته يسخن كويس قوي. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اقلي الفراخ بتاعتي، تخليها تتحمر كده لغاية لما تاخد لون. عايزة بقى اللون ده فاتح عايزاه غامق دي حاجة طبعا براحتك. بس عايزة اقولك في المرحلة بقى بتاعت القلية بتاعت الفراخ دي هتشم ريحة بجد والله يا جماعة هتقلب الشقة، اذا ما كانش بقى من غير مبالغة هتقلب العمارة كلها. بجد كل العمارة هتشم ريحة الفراخ الجميلة دي وهيقولولك عاملاها ازاي. ريحتها بجد والله يا جماعة من غير مبالغة جميلة جدا. دلوقتي خلصتها بقى، اول ما بتخلصيها بقى بتطلعيها من الزيت، ممكن تحطيها على مناديل مطبخ. انا بالنسبه لي حطيتها في مصفى، خليتها صفت بقى الزيت اللي فيها كله. وبعد كده كمان حطيتها كده في طبق، حطيت له شويه بقدونس يعني مفروم علشان يمتص لو في اي ماده دهنيه زياده. بتقدميها بقى جنب الرز الابيض كده والسلطه والطحينه، وممكن برضو تحطي جنبها رز اصفر. ويا سلام بقى لو عملتي على المرقة بتاعتها حلة محشي كده حلوة بقى تعمر الدماغ جنب الفراخ المشوية القمر دي، عايزة اقولك تحفة. يا لهوي على الجمال، هو ده الكلام، الله الله. وعايزه اقولك ان الاهم من كده ان انت لو قدمتيها للضيوف على انها مشويه استحاله يعرفوا انها مسلوقه. بجد والله التتبيله طعمها زي القمر، مخلياها بقى كده رايحه في حته تانية خالص. ان شاء الله يا حبايب قلبي هتجربوها وهتعجبكم جدا. خلاص بقى لغايه هنا وصلنا كده لنهايه الفيديو. وقولوا لي بقى كده استاهل لقب شيف ولا مستاهلش، وقولوا لي كمان على رايكم في التعليقات، وهستنى كمان لايكاتكم الكتير قوي على الفيديو. اشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي على خير في فيديو جديد. مع السلامه.